طب دكتور، رجوعا لزراعه الاسنان، هل في ناس معينه تستفيد من موضوع زراعه الاسنان ده؟ يعني هل ممكن نقسم القصه لسيكتورز تستفيد اكتر من زراعه بصي، الاسنان؟ هو يعني موضوع طب الاسنان وزراعه الاسنان ده الابجريدنج. تمام. مفيش حد دلوقتي، كنا زمان ليميتد شويه، محدودين ان ده يعمل زراعه وده ما يعملش زراعه، ده ينفع ده ما ينفعش، وده مضطر غصب عنه انه هيعمل طقم متحرك لانه مش قادر يعمل زراعه اسنان. طبعا لسه بتكلم تاني وارجع للهاي تكنولوجي والابديتنج والكلام اللي حصل والثوره العلميه اللي حصلت في الاخر، مثلا اقول ايه 10 سنين، مثلا 10 سنين دول بال100 سنه اللي فاتوا. ان بدانا لا، زراعه الاسنان دي unlimited، ما مش يعني محدوده على حد. اي حد ممكن يعمل زراعه اسنان. كان زمان مثلا واحد اصل العظام عنده ضعيفه شويه، مش هنقدر نعمله اسنان، لا عاد بنعمل تطعيم عظمي وريهابيليتيشن واعاده تاهيل للعظام الفك. طب الموضوع ده ادفانسد وصعب مثلا عشان اولد ايج، مثلا عاد سنه كبير مش هنقدر نعمله كده. في انواع زراعات دلوقتي عادت بتتعمل للاولد ايج او اللي ما عندوش عظام خالص. ممكن يعني لو عايزين نتكلم في تفاصيل بقى، السبريوسيال امبلانت والتريجويد والزيجوماتيك، انواع من انواع الزراعات اللي نقدر دلوقتي نحطها لاي مريض حتى لو ما عندوش عظام. لا unlimited. يعني ما فيش اي بريكوشنز او خالص. اي سايد افكتس لاي حد؟ في سايد افكتس، نو سايد افكتس، نو افكتس. تمام.